بنغلط وبقينا فاكرين خلاص كده مفيش حاجة هتحصل. لا، انتوا غلطانين. في حاجة اسمها كما تدين تدان. في حاجة اسمها كاس بيمر على الكل، والكل لازم يجي دوره علشان يشربوا منه. واحنا للأسف كلنا هنشرب من الكاس ده، إذا كنا هنشرب منه الحلو أو الوحش، لأن كل حاجة بتحصل بتبقى نتيجة أفعالنا. مش متخيل إن أنت ممكن يحصل لك حاجة وأنت بتعمل الذنوب دي كلها في حق مراتك اللي واثقة فيك ومأمناك، واللي شايفاك إنك أنت سندها وظهرها في الحياة، وفي الآخر أنت اللي المفروض سند ليها بتأذيها من غير ما تعرف. مش شايف إنك أنت كده غلط؟ انت كده بتعمل حاجة وحشة جدا، حاجة صعبة مفيش حتى عقل يقدر يتخيلها. انت لازم توقف اللي انت بتعمله، لازم توقف كل حاجة انت عملتها وتستغفر وتتوب لربنا، وتعمل كل حاجة انت عملتها وحشة تحاول ان انت تصلحها للأحسن، تحاول ان انت تبقى شخص كويس. قرب من ربنا وصلوا. يا جماعة انتوا بجد ليه بعدتوا قوي كده عن ربنا؟ كل المشاكل اللي بقت تجيلي دي سببها البعد، سببها بعدنا عن ربنا، سببها ان احنا مش قريبين، سببها ان قلبنا مفهوش حب لطاعة الله، سببها ان مفيش في قلبنا حب ان احنا نجري اول ما نسمع الاذان كده نروح نصلي. كل المشاكل اللي بتيجي دي بتبقى سبب بعد عن ربنا، لان اللي قريب من ربنا عمره ما بيقع في الغلط، لان ربنا بيكون محصنه وحافظه، وعمره ما بيخلي الشيطان يحاول حتى يقرب منه. ولو الشيطان حاول للأسف بيفشل، لان بيكون حبه وقلبه مليان بالإيمان اتجاه ربنا، مش اللي هو اول ما يبقى عايز في طريق غلط جاي قدامه يلا حلو قوي نمشي في الغلط، نعمل كل حاجة غلط. طب واخرتها ايه؟ طب ما فكرتش في يوم من الايام انك انت ممكن يحصل لك حاجة وتموت وانت مقصر في حق مامتك ومراتك؟ ما فكرتش لما تقف ما بين ايد ربنا ساعتها هتواجهه وتقول له ايه؟ هتقول له انا ببيع لحمي وشرفي وعرضي، هتقول له انا مبسوط وبستمتع، واخرة استمتاعك ده ايه؟ هل استمتاعك ده هيكون ايه؟ اخرك هتستمتع نص ساعة؟ طب وبعد الاستمتاع ده اكيد بتكره نفسك. طب وليه توصل لكل ده ونبقى كارهين نفسنا ومش طايقين حتى حياتنا، لدرجة ان احنا نبقى حاسين بتأنيب الضمير اتجاه الناس اللي قريبين مننا؟